قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وصلوا الفرح واتقابلوا كلهم. تعالوا نسلم على العروسة بقى. يلا. راحوا كلهم سلموا عليها. مبروك يا نعم. أخيرا يا شيخة هنرتاح من هدية كل خطيب. اسكتي، أنا والله ما مصدقة. صدقي يا حبيبتي، انتي طيبة وتستاهلي. عقبال ما افرح بيكي انتي واللي في بالي. اللي في بالك عمر باشا. والله الراجل شكله طيب وبيحب. طب اتلم. مبروك يا نعم. الله يبارك فيك يا عمر بيه. عقبال. بالله عليك يا نعم، ادعيلي ربنا يهديها عليا. مبروك يا أستاذة نعم. الله يبارك في حضرتك. مبروك يا نعم. الله يبارك في حضرتك. عقبال. النعمة دي هدية بسيطة مني، والله ما كان لي لازمة. ليه تكلفي نفسك بس؟ يا بنتي انت اختي، خلصي اجازتك بسرعة علشان هتوحشين. رجعوا كلهم قعدوا في مكانهم. مش نفسك في فرح زي ده؟ لا يا عمر، عايزة اخف وبس. فصيلة. عارفة، على فكرة شكلك زي القمر النهاردة بس. انتي قمر كل يوم، بس بصراحة مش متعود اشوفك هادي. لا ومش بس كده، وكمان الميك وبتقول عليا انا فصيلة لما اقوم اتخانق معاك دلوقتي واخرب فرح البت المسكينة دي. والله بعشق عصبيتك وجنانك ده، بحب اضايقك علشان اشوفه. طيب اسكت يا عمر، ما تكلمنيش بقى تاني. زعلتي؟ زعلت، وهتقبل ليلة نكد عليك النهاردة علشان تضايقني كويس. هي هرموناتك هتطلع عليا؟ بتقول حاجة؟ لا يا قلبي، انا اقدر. خلاص بقى يا ادم، ما تنكدش يا اخي. انا مش منكد ولا حاجة. طب مكشر ومش بتتكلم معايا ليه؟ عاجبك الناس اللي هتاكلك بعينيها؟ بذمتك ده لبس يتلبس في فرح شعبي؟ والله انا مش عارفة مال. ما ده لبس الطبيعي. وعلى العموم يا سيدي ماشي، هخلي بالي بعد كده. براحتك. خلاص بقى يا ادم، ما تزعلش يا اخي. كلمي لي باباكي، عايزة اجي اقابله. تقابله ليه؟ علشان ما تقوليليش ملكاش حكم عليا بعد كده. عايز تتحكم فيا، مش علشان بتحبني وعايز تبقى معايا. هو انتي هبلة يا بت؟ انا مش قايلك ان انا بحبك؟ يعني عايزة اتجوزك. هو وجع قلب وخلاص؟ ما علشان بحبك وعايزة ابقى معاكي. خلاص ما تتعصبش عليا. خلصوا الفرح ورجعت ملك وعمر المستشفى بسرعة، ودخلوا أوضة ملك زي الحرامية. هتودينا في داهية والله. يا عم طنش وعيش حياتك، هو الواحد هيعيش كم مرة يعني؟ عندك حق. لسه زعلانة؟ صح، فكرتني. أيوة زعلانة. عمر وقف قدامها. طيب آسف. لا، أنا سامحتك الصبح. لا برضه. عمر شدها من وسطها. وأنا عملت ايه كل ده بس؟ ملك بتوتر. قلت إن أنا مش حلو، بس أنا ما قلتش كده. انتي أجمل بنوتة في الدنيا. مش قلت إن أنا مجنونة وأول مرة أحط ميك اب وده معناه إن أنا بشوفك حلو؟ بالعكس، ده انتي أجمل بنوتة شافتها عيني، برغم إن انتي مش بتحطي ميك اب زي باقي البنات وهدومك اللي مش أوفر. بجد ملك بتوتر وكسوف. عمر كده ما ينفعش. صح، أنا هروح أوضتي أحسن. عمر بعيد عنها. تصبح على خير وانتي من أهلي. تاني يوم ملك صحيت على صوت فاطمة. قومي يا ملك بقى، بقينا الظهر يا حبيبتي. اخرجي يا فاطمة واطفي النور ده. والله دكتور هيثم لو عرف انك نايمة لحد دلوقتي هيقتلنا كلنا. اهو صحيت. انا بجد تعبت من هيثم ده. هيثم بضيق. كمل انا سامع. سكتي ليه؟ كنت لسه هقول دكتور هيثم ده محترم، ما شفتش واحد مهتم بشغله زي. بجد ربنا يديك على قد تعبك وعلى قد صبري عليك. اوعي تفتكري ان انا معرفش بخروجك من المستشفى. انا سكت بمزاجي لان حالتك الصحية انت وعمر بتتحسن. بجد يا دكتور؟ بجد، ويا ريت ما تكتريش في اكل الشوكولاتات. باي. هو عارف منين؟ بصي قدامك كده. ايه ده؟ هو مين اللي عمل كده؟ مين غيره هنا بيخاف على زعل؟ وواقع في حبك. اوعدنا يا رب. عمر، يا لهوي على الكسوف.
الدكتور يقول ايه دلوقتي؟ ولا يهم، انا هخرج واسيبك تقراي كل الرسايل، مش عايزة اعطل فرحتك اكتر من كده. ملك قامت وهي شايفة الورد في كل حتة وكل شوكولاتاية فيها رسالة. اتفاجئت بالكمية وازاي لحق يعمل كل ده، وقرأت الرسايل بفرحة وحب. دخل عمر بابتسامة ومعاه بوكي ورد أحمر. صباح الخير. ده صباح الورد. عرفت انك بتحب الشوكولاتة والورد فقلت اصالحك بيه، بس ده كتير قوي. انت ما زعلتنيش اصلا، انا اللي زعلتك امبارح وانت سامحتني على طول. اولا مفيش حاجة كتير عليك، ثانيا انا ما اقدرش ازعل منك. شكرا خالص يا عمر، بجد انا مبسوطة قوي. ربنا يطول في عمري واقدر اساعدك يا رب. قرأتيهم؟ ملك بكسوف. لا. امال وشك احمر ليه؟ عمر، يا عيون عمر، اخرج برا بقى، خلينا اجهز علشان الجلسة اللي بنتعب فيها دي بالشفا بإذن الله. عن إذن. أول ما عمر خرج فضلت تتنطط وتحضن الورد وتشم. أنا بحبك أوي يا عمر وخايفة اديك أمل. جازت ملك وعمر ودخلوا الجلسة، وبعد ما خلصوا رجع كل واحد على أوضته. انتي كويسة؟ الحمد لله، تعب بسيط مش زي كل مرة. أعتقد نفسيتك بتساعد. انتي لما بتبقي مبسوطة ومتقبلة العلاج مش بتتعبي. عندك حق، أنا دلوقتي بقى عندي إصرار إن أخاف أكتر من الأول بكتير. بركاتك يا اللي في بالي. فاطمة تلم. الله، قوليلي هو فين؟ اللي في بالي؟ يا أختي اللي في بالي في أوضته. ليه؟ مش متعودة ما يجيش يقعد معايا بعد الجلسة؟ ممكن معاه شغل. لا، هو ما بيحبش يشتغل وهو تعبان، بيحب يبقى مركز. هو تعبان؟ بصراحة أيوه، وهو قال لي اقعد معاكي وما اقولكيش. بجد حرام عليكي، ما تقوليليش ازاي. انا هروح اشوفه يا ملك. اوعي. هروح يعني هروح. خبطت عمر مراتش. دخلت لقيته في الحمام على الارض. اتخضت ودخلت عليه بسرعة. عمر انت كويس؟ ملك انت ايه اللي جابك؟ انت ازاي تعبان ومعرفش؟ قوم معايا. مش قادر، معلش استحمل. قومته ملك ولفت ايديها حوالين رقبته وهو مسكها من وسطها وهتموت من الكسوف، وقلبها بيدق جامد لحد ما نيمته على السرير. اكلم لك دكتور هيثم؟ انتي عارفة ان ده العادي، بس انت مش متعود توصل لكده. علشان خاطري بلاش عياط، انا مش قادر. وقبل ما يكمل كلامه أمن على السرير بسرعة وملك ساعدته وهو بعدها ودخل الحمام. عمر افتح علشان خاطري. بمجرد ما فتح الباب وقع ما بين ايديها. ملك بخوف. عمر اوعى تعملها، هيحصل لي حاجة بعد. انا مكملة علشان فاطمة. يا فاطمة، في ايه يا ملك؟ نادي الدكتور بسرعة. عمر عارف لو بتهزر مش هسامحك والله. دخل هيثم وخرج ملك وكشف على عمر وخرج بعد فترة. ملك بقلق وخوف. هو كويس صح؟ كويس يا ملك، ما تقلقيش، بس لو سمحتي بعد كده ما تعملوش اي مجهود قبل الجلسة على الأقل، علشان احنا قريب هندخل المرحلة الثالثة. طيب يا دكتور، ممكن ادخل اشوفه؟ لا، هو اصلا نايم. ايه بيشوفيه بكرة. رجعت ملك اوضتها وما قدرتش تقعد من القلق على عمر، ودخلت اوضته وقعدت جنبه على السرير. انا دلوقتي بس حسيت باحساسك لما كنت في المية. اول لما خرجت من الحمام ووقعت ما بين ايدي حسيت بروحي بتتسحب مني. سمعت دقات قلبي من الخوف عليك. عرفت واتأكدت ان انا بحبك. انا اسفة يا عمر، اوعدك اني مش هجيب سيرة الموت تاني، وهعمل المستحيل علشان نخف ونبقى سوا، وساعتها هقدر اقولك اني بحبك. ونامت على الكنبة جنبه. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.